تالت افلام ما تتفرجش عليها ابدا لو شفتها في التلفزيون. رقم واحد فيلم الضيف. الفيلم يا جماعه ببساطه فكرته بسيطه جدا جدا جدا. الاديان ملهاش لازمه، يعني ده شبه ده فاهم، الاسلام شبه المسيحيه ومش عارف ايه، والدنيا حلوه، وطبعا الشخص المسلم هو السيء فاهمين اللفه الجميله دي؟ بلاش منها. كتابه التكويني ابراهيم عيسى. الفيلم التاني هو فيلم صاحب المقام، برضو كتابة التكويني المعلم إبراهيم عيسى، وبطولة آسر ياسين. طبعا أنا بحب آسر ياسين جدا، ولكن هي المشكلة في الفيلم ده يا جماعة إن هو بيقول لك بقى الأولياء وأولياء الله الصالحين، وسيدي يا كبير جرجرها من على السرير فهي أفكار سامة بتضخ لينا من أخينا ده. وقريبا كمان نزل لنا فيلم الملحد، فهتبقى حاجة زي الزفت يعني. بيزيد الطينة بلة. فالافلام دي لما تشوفها ما تتفرجش عليها، لانها تضييع وقت على الفاضي، انت مش هتستمتع باي حاجه، والافلام تعبانه وبتبقى وان لوكيشن، تبقى انتاجها تعبان، فملهاش لازمه.